السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو جئت لأرد على مجموعة من التعاليق والانتقادات التي لاحظتها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح الضحية أيوب محل انتقاد بدعوى أنه هو الذي قام بالتهجم على القاتل. ولكن نحن نرى في هذا الفيديو بشكل واضح الضحية أيوب هذه هي طريقه نحو منزله، ومن الملاحظ أنه يتعرض لمجموعة من السب والشتم من طرف سكيرين، لنقول شابين مخدرين رفقة اثنتان من بنات البغاء والدعارة. أيوب لم يمتلك أعصابه وعاد بدعوى الدفاع عن شرفه، وخاصة أنه هذا الأمر يتعلق بعتبة باب منزله، أو لنقل حي من زاوية أخرى. أوضاع مخلة بالحياة، رفقة فتاتين بباب منزل الضحية كانت السبب وراء ارتكاب الجريمة عند عتبة بيوت الناس. أصبحت ظاهرة تتطلب تدخل السلطات الأمنية ووضع حد لهذه السلوكات المشينة التي بسببها وقعت الكثير من المشاحنات، ومنها هذه التي نرى بأم أعيننا التي وصلت إلى حد القتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الأمر يجب أن تقوم به السلطات، التي سوف عليها أن تقوم بتمشيط مختلف الأحياء الشعبية بمدينة طنجة. فهذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير جدا، ممارسة البغاء والتعاطي للمخدرات عند عتبات بيوت الناس. وكذلك ويجب على القانون المغربي تطبيق الفصل 507 لحامل السلاح الأبيض، فلقد أصبحنا نعيش مثل كولومبيا والبرازيل. ولن أنكر بأن جميع أبناء مدينة طنجة، نقول أغلبهم في جميع الأحياء الشعبية، يحملون السلاح الأبيض، وبالتالي يجب الضرب بيد من حديد لكل حامل للسلاح الأبيض. يجب الأحكام أن تكون قاسية ومدة طويلة جدا لتكون عبرة لمن لا يعتبر، فأحمق من يظن أن هذه الظواهر الإجرامية ستتوقف. والله لن تتوقف ما دام هناك انتشار المخدرات والقرقوبي والمخدرات القوية بجميع أشكالها. لن نسمع ولن نرى إلا بمختلف هذه الجرائم القتل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.